دلوقتي احنا طالعين نفطر، فورايا كام حاجه النهارده الصبح هعملها، فقلت اصور لكم معايا بس يعني. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. لسه طالعين من البيت، هنطلع نفطر. المره دي مش هننزل من هنا، احنا على طول بننزل من هنا. هنطلع من هنا اللي احنا هنفطر في مكان الناحيه التانية، برضه مش الكافيه اللي هنا ده. يعني اخر مره انتوا شفتوني باجي افطر في الكافيه، لا انا هعدي هوصل من وسط البلد، اقدر اوصل من وسط البلد من الناحيه التانية، لكن انا هوصل وسط البلد ناحيتي لكن من جوه البيوت والحاجه، فاهمين؟ اول حاجه اروح اقابل واحد صاحبي، وبعد كده هنطلع نفطر انا وهو. انا مش عارف اعدي دلوقتي، عامل ازاي؟ انا واقف في المكان اقدر اعدي منه ومحدش واقف برضه، فاهم الهبل ده يعني. احنا هنخش من البوابه دي، لو كتبت بسكرة الجارد هتطلع لكم البوابه دي والجسر ده. المهم انا هخش من البوابه دي وهنطلع عند واحد صاحبي هناك كده ساكن هناك. احنا قربنا في كلتا الحالات يعني. هو اي كافيه موجود هنا في بسكرة يا جماعه، انا جربته برضه هنا عندهم الاكل حلو يعني. انا جيت فطرت هنا قبل كده برضه كان حلو، لكن احنا مش هنفطر هنا، هنفطر في مكان بعيد شويه. المكان ده كمان كان فيه حفله امبارح في بسكير. المكان ده اسمه شارع ترينتا ماجو اللي هو 30/5، والشارع ده كامل اسمه كده، فاهمين؟ وامبارح كانت 30/5، امبارح تاريخ 30/5، وهو برضه كان يوم عيد ميلادي، فالاحتفال كان في كل حته. لكن لا، هو احتفلوا بيه لانه باسمه هو 30/5 الشارع ده، وامبارح كان 30/5، فهم احتفلوا امبارح وعملوا حفله بقى وبتاع وحاجات زي كده. وانا عندي واحد صاحبي اصلا شغال في الكافيه ده، فبيقول لي كان عندي الدنيا زحمه جدا وكان اصلا في جايبين دي جي وحاطينه جوه وحاجات زي كده، موسيقى لايف وحاجات زي كده، فاهم؟ بس وصلنا عند بيت صاحبي، ده بيته. دلوقتي في كافيه عايز يتفتح جديد تحت بيته، لكن ده بيت صاحبي، فنشوف هنستناه بقى. Laughing, having fun. الفترة اللي فاتت ما صورتش، او الاسبوع اللي فات ما صورتش، بسبب ان انا كانت الفترة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة بالنسبة لي، وكان غصب عني ان انا ما اصورش، وكان لازم ان انا ما اصورش. فيعني في حاجات كتير قوي خلتني ان انا ما اصورش، مش عشان كسلت ان انا اصور، دي مالهاش علاقة. انا اصلا واخد قرار مع نفسي ان انا مش هكسل اصور تاني. ففكرة ان انا الاسبوع اللي فات ما صورتش دي غصب عني، لكن ده مش معناه ان انا وقفت، لا انا رجعت تاني عادي جدا وهبدأ اصور تاني. الجزء ده من رجلي، الجزء ده حرفيا فيه تحسه فيه عرق هنا كده، واقفة مش عايز يتحرك حتى، ناشف جدا ناشف جدا حرفيا. تشو كاريسيما، تشو كاريسيما، تقفل عليا السكة. المفروض من هنا صحيح. هي انا مش فاهم، انت ما بتجيش الجيم بشنطه، ما بتجيش بحاجه، مش فاهم، راح تتخانق مش راح بقول لك ايه، هو الراجل اللي في الجيم ده عارف عيد ميلادي ازاي امبارح؟ ف هو هيشوف كل الناس اوراقهم وعيد ميلادهم. المهم يعني ان احنا وصلنا الشنترو، ده اللي انا كنت مستنيه. الكابتن ده قعد ساعه عشان ينزل. المهم ان احنا وصلنا الشنترو، ده الشنترو يا جماعه، بس احنا هننزل، هنروح نفطر في كافيه هناك كده. يا دين خالي، عارف يا دازم، انا مشكلتي ايه مع البيت ده؟ ايه يا اخوي؟ تلاقيني مع كل الناس في الكلام ديك رومي بربنت، واجي لحد عنديها بطه بلدي. هنروح نفطر في كافيه هنا كده، وبعد كده هنطلع على الجيم، هيكون اقرب لينا للجيم يعني. هو ده الكافيه اللي هنفطر فيه، وبعد كده هنطلع الطلعه دي والجيم هناك كده، فهيبقى اقرب لنا بكتير اصلا. الراجل اصلا مش طايقنا. انت مخنوق، انا مخنوق من الدنيا اكتر من اللي جابوك. يلا عايز تنط بقى كده ولا كده؟ Vediamo oggi. Allora, per favore, per me. Io una cappuccino. Anche io. Grazie mille. هو ده الكافيه هناك قدام اللاجو، بس احنا مش هنقعد بره عشان الجو برد شويه، لكن في كراسي قدام اللاجو هناك وبس. ومن الناحيه التانيه بقى، فاهمين؟ نفطر بقى وبتاع، انتوا عارفين ما بصورش الاكل، خلينا نفطر وبعد كده هنطلع الجيم، صح؟ مش ناشف وتعبه، بص قبر. انا خاف حاجه. عايز نتن والله، تعال نتن. والله بريشها مشاوي وناشف وحجر، تحس باكل طوب مش باكل. ورا مين دي؟ لا في الشارع، لا ورا في الشارع وخدها عادي جدا وبيقرا. يخرب بيتك وشك قاسح ولا انا ممكن اشوف ورقه بس يخرب بيتك. بصور يخرب بيتك.
في رقم ولا ايه؟ ما في. دلوقتي احنا طالعين الجيم الناحيه دي كده، الناحيه التانية قدامنا بتاع 10 دقايق كده ونوصل. بس احنا طالعين الطلعه دي، احنا كنا بنمشي من عكس المكان، لكن احنا طالعين من الطلعه دي رايحين الجيم. رسالة لبس ما كتبتش فيها حاجه، العيال تكتب فيها رقمنا ولا حاجه. مكتوبة احلف بتاع حلو يخرب بيته. المهم يا جماعه، اي حد في سكيورتي جارد عايز يشوف الورقه دي اهو، هو اللي حاططها. اوكي مش انت اللي تعمل، انا اللي هعمل. يلا بقى هنا البنك. هنا البنك نفس المشكله اللي حصلت لي قبل كده، اللي هو مش عارف ادفع اونلاين وبتاع. ده رقمي مدير ولا 014. دورة يعملها تعمل ايه؟ دورة هنا عمل يابان. زحمه قوي النهارده، معرفش ليه. Che ha un libro verde ti dicono devi, cioè io vorrei parlare con un operatore, è vero? Cioè, se mi chiamo un libro verde. فريسو نفس المشكله مش عايز تحل برضه. اقول لك يوم الاربعاء بقى عندي ميعاد في البنك ان انا اجي افتح كارت ثانيه، بس الدفع الاونلاين وبس، مش هدفع كل سنه، مش كارت كريدت، هو كارت بس ان انا بدفع فيها وبس، فاهمين؟ لكن الكارت الثانيه دي معرفش ليه مش عايزه تشتغل. بيقول لك لازم تتكلم رقم كده معين، نيمورو فيردي، عشان يردوا عليك ويفعلوا، مع انه اصلا متفعله عندي وشافوا جوه انها متفعله، لكن المشكله مش عايز تتحل، معرفش في ايه. لكن عادي، كل تاخيره وفي اخيره. يوم الاربعاء نيجي نعمل نفتح البتاع وصف، فاهمين؟ دلوقتي احنا طالعين الجيم. الكابتن ده هو اللي ملبسني في البنكه دي، وقال لي بنكه حلوه، بنكه خرب بيتك، قال لي بنكه حلوه احلى من انتسا سان باولو، وهتروح انتسا سان باولو بتاع ايه؟ الاثنين انيل من بعض، حرقونان في جتتك. قربنا نازله ايه؟ نازله الجيم اللي انتوا عارفينها على طول، وده خليته يشترك معايا في الجيم امبارح، تاني يوم ليه النهارده. بس ذاتي هيعمل زي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، ان هو لازم يعمل QR كود عشان يقدر يخش، فاهمين؟ عنده QR كود احنا بنسجله عندنا في الموبايل اول ما بنشترك برنامج كده، ونعمل QR كود هناك. حط الموبايل في المكان، حط الموبايل سيبه بس كده، يلا فاهم؟ بس وزي ما شفت الباب فاتح. بس دخلنا الجيم اهو، الحمد لله فاضي، مفيهوش حاجات كتير عشان نعرف نتمرن براحتنا، فاضي مفيهوش ناس كتير الحمد لله. بحب انا الكلام ده لانه اتمرن براحتي، محدش يجي يقول لي حاجه، عادي. في ايام بحب يبقى زحمه عشان يحمسوني، في ايام بحب يبقى فاضي، انا بحب يقول له هيبقى فاضي النهارده. يلا بقى نخش نتمرن، لغايه ما نخش نتمرن. يلا بينا. ما صورتلكوش كتير، هي نفس التمارين صورتها قبل كده، فحطيت لكم اللقطات اللي فاتت اعتقد يعني. بس النهارده اتنفخت حرفيا، رجلي وجعاني جدا جدا فوق ما اتصور. برجلي مش قادر امشي عليهم والله. يلا خش، يلا بابا. بس خلصنا الجيم انا وهو. اول مره اتمرنت كويس على طب كويس، اول مره اتمرن جد، الحمد لله، احمدك يا رب. المهم دلوقتي احنا طالعين على السوبر ماركت، مش الصغير الكبير، اللي هو انا اخر مره طلعت له كان من شهرين حاجه كده، فهنطلع له دلوقتي، عايز اشتري كام حاجه وهو هيجي معايا عايز يشتري هو كمان. بس يلا تعالى بطل لعبه. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. دلوقتي ده السوبر ماركت اللي احنا هنروحه، هو ده الكبير، سيبكم من ده يا جماعه كانه مش موجود. المهم ده السوبر ماركت هنخش هنشتري كام حاجه اللي احنا عايزينها، هو بعيد عن البيت شويه لكن في حاجات اكبر، اغلى من التاني، اغلى من الصغير اللي هناك، لكن في حاجات انا محتاجه دلوقتي بروح اشتريها. اخر مره جيت هنا كان من شهرين ثلاثه، اخر مره لما العجله بتاعتي اتسرقت، بس
بعد كده ما جاتش هنا نهائي. بس دلوقتي دخلنا السوبر ماركت، هنبدأ نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها ونشوف بقى. ناقصنا كام حاجة كده، اعتقد هنجيب شامبو سبراي وحاجات زي كده. دي الحاجات اللي انا محتاجها، والحاجات دي اصلا كأنواع معينة مش موجودة في السوبر ماركت التاني. ده هاجي اشتريها في السوبر ماركت ده. اشتري فواكه ولا لا؟ لان عندي اصلا في البيت تفاح ومندرين، وانتوا عارفين اصلا ما باكلش انا الفاكهة كتير. انا قلت لكم قبل كده ما بحبش كل الفاكهات انا، لكن مش عارف اشتري ولا ماليش نفس. انا ليه نفسي اشتري حاجه ما اعرفش ايه، فاهمين؟ مش عارف. اشتري واحد يوجرت ده، بقالي كتير قوي ما اكلتوش حرفيا. اخر مره لما جيت هنا ما جبت من اخر مره جيت هنا، فانا ده بجيبه على طول اصلا يا جماعه. هو يوجرت اصلا ستراتشاتيلا يوجرت، طعمه حلو عموما في كلتا حياتي. بجيبه كبير، هو باكله في مره واحده بالحقيقه. فادي واحد. كالعاده طبعا هنروح نشتري لبن، لان مش فاكر اصلا اللبن بتاعي كان فيه لبن في البيت ولا مش فاكر والله. والله صح. نوفا شهر 9 يخلص، يعني خليه معنا سنين قدام. بشهر 10. ايه فكرني ليه حلوينار في جتتك؟ مش حوار انا شهر 10 حل الف حلال ابوي. انا كمل انت يا حرق ميتينك يا وش الكلب. عايز اشتري مج يبقى بتاعي كده، ما اعرفش ليه بتاعي كده، ما اعرفش ليه. عايز اشتري واحد. ايه احلى واحد يعني؟ اشتري حاجات التافهه دي؟ لا مش عارف. الكبير اللي فوق ده ها تفيت ساند برندرونا دي كلها. بفكر اجيب واحده من دول يا جماعه اكلها، خليها عندي في البيت عشان لما ارجع البيت بالليل ولا حاجه اكلها. مش عارف يعني. فدي انواع من السلطه بتبقى جاهزه اصلا، بتبقى متقطعه وبتتباع كده، بتفتحها وتاكلها على طول. جمبري، بيض، حاجات دول بقى الحاجات المقليه. جمبري، بيض، هنا في تونه وحاجات زي كده. نروح البيت دلوقتي، دخلنا السوبر ماركت اشترينا كام حاجه كده، كل اللي احنا عاوزينه. دلوقتي هنروح البيت، شغالين بالليل. هصور لكم بالليل وانا في الشغل وبتاع. بس مروحين البيت اهو، اشترينا الحاجه اللي احنا عايزينها. جو جهنم حمرا، وانا اصلا نازل بسويت شيرت فوق عشان الجو كان برد الصبح، مع انه هيمطر اصلا كمان شويه. فانا مش فاهم الجو والله العظيم الفتره دي عامل ازاي، متعب بطريقه مش ممكن يعني. لكن هنطلع دلوقتي نستحمى، حرفيا هنقعد في البيت نص ساعه وبعد كده هننزل تاني على الشغل. ف يلا بينا، هموت. بس احنا دلوقتي وصلنا البيت، هو ده البيت بتاعي اهو. ما عنديش وقت نهائي، انا هطلع استحمى على السريع. الساعه دلوقتي 3 و5 دقايق حاجه كده، وانا شغال الساعه 4، فاطلع استحمى حرفيا واكل لي حاجه على السريع كده وهنزل، فاهمين؟ انا هخش المطبخ نحط الحاجه اللي اشتريناها دي. اموت حتى وانا متاخر بصور لكم اللقطات. الحليب ده زي ما قلت لكم انه الحليب ده اكسباير لغايه شهر 9، فقدامي فتره طويله قوي. خلينا نخش نستحمى دلوقتي على السريع وعشان نروح الشغل. وبدأ يقلب دلوقتي اهو، السحاب دي هيجي هنا كمان شويه والدنيا تمطر. في ساعه تلاقي الدنيا اتغيرت، بس الشجر اصلا بيتحرك وبتاع. ربنا يسهل يعني، الجو هيتغير وحاجه مقرفه قوي يعني. فالحمد لله على كل حال يعني. المطره خير، ادعوا لما المطره دي تبقى موجوده، ادعوا يا جماعه. نخش نستحمى بقى على السريع. حر موت يا جماعه والله العظيم الجو. خلينا نخش نستحمى على السريع دلوقتي وانا اقابلكم في الشغل. اوكي. ادينا وصلنا الشغل. هو في العاده احنا وصلنا من ساعه حاجه كده، لكن كنت بدات انضيف وكان في حاجات كتير قوي لازم تعمل، فقلت اخلصها وبعد كده ابدا اصور لكم عشان ابقى مركز في التصوير شويه. بس قلت ابدا اصور لكم احسن من اول ما جيت. خليك معايا واحنا بنوضب شويه. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did. في كميه حاجات النهارده عذاب حرفيا. هو مفيش حاجه تعمل كتير. انا قلت اصور لكم لقطه الشغله دي ان اقول لكم هو ده يومي مشي ازاي، وده يومي باختصار النهارده، او مش النهارده بس.
او مش النهارده بس، هو يومي باختصار عموما هو بيبقى بالشكل ده. لو انا بصحى من النوم بروح الجيم، الروتين اللي انتوا شفتوه ده. ف